الراجل وقع على حجر، وفجأة حس بقوة غريبة بتجرى جواه. قدام تهديد الحارس قام بسرعة ورجع شغله. بعدها شاف حجر كريم غالي، وأول ما مسكه اختفى ورجع ظهر تاني. فهم إنه يقدر يخزن الحاجات جواه. جري الحمام، ولما فتح إيده لقى الياقوتة الفاخرة. الحارس كان بيخبط فخباها وخرج، وهو ناوي يلاقي طريقة يهرب. ساعتها وصل صاحب المنجم والناس كلها انحنت له. الخبير اللي معاه كان مشهور بتقييم الكنوز. الراجل عارف إنه لو كسب إعجابه هيمشي من المكان. ولما الخبير كان هيرمي حجر اعتبره فاضي، الراجل قال إن فيه ياقوت. الخبير اتعصب، لكن صاحب المنجم أمر يفتحوا الحجر. الكل افتكر الراجل هيتعاقب. الحجر بعد ما اتفتح طلع فاضي، وصاحب المنجم كان هيعاقبه، بس الراجل قالهم يقطعوا شوية كمان. صاحب المنجم اداه فرصة، ولما الراجل فتح الحجر بنفسه لقوه مليان ياقوت غالي. الكل اتصدم، والخبير ركع من الخوف وما تسمحش. صاحب المنجم قدر نظره وطلب منه يجي المزاد بكرة. تاني يوم في المزاد، الراجل شاف الناس حوالين شوية حجارة، لقى واحدة فيها ياقوتة مميزة وطلب من صاحب المنجم يشتريها. الناس ما كانوش متفائلين، لكن بإصراره اشتراها. وبعد ما اتفتحت طلعت زي ما الراجل قال، والنوع ده بيتباع ب$500,000 لجرام.